1 فبراير 2014 في الذكرى الثانية لمجزرة بورسعيد وعلى استاد مختار التتش، التراس اهلاوي وديفلز بيحيوا ذكرى شهدائنا ويبداوا كلهم يرسموا المدرج ويعملوا تيفو للشهداء كلهم شهيد شهيد باسمه وصورته، وتحتها رسالة: كتبت بدمائكم أسماءكم في التاريخ شهدائنا وسام على صدورنا. وبعد ما بيخلصوا صور الشهداء بيرفعوا رقم 74 وبعدها جملة لن ننسى، عشان 20 فبراير 2014 مباراة السوبر الأفريقي ما بين الأهلي والصفاقسي التونسي وعلى استاد القاهرة، وكالعادة أهلاوي وديفيدز بيبدعوا وبيرسموا أول رسمة 3D تقريبا في الوطن العربي بالحجم ده، وهي عبارة عن جول تريكا في الصفاقسي في نهاية 2006. ومش بس كده، دول رسموا الجول بالمعنى الحرفي، رسموه بأدق التفاصيل وكاتبين تحتها جملة: مشهد أول لن تنسوه ولن يتكرر لاعتزال الأسطورة، وسيتكرر كلما وقفتم أمام بطل أفريقيا. وبيكون في بقى بايرو شو أكشن شماريخ طوال المباراة، والأهلي بيكسب الماتش 3-2 واللعيبة بتحتفل مع الجمهور. 8 إبريل 2014 احتفالية دوري الهاند بالأولد سكول وسط حضور جماهيري مميز لأعضاء الجروب. 13 إبريل نهائي كأس الهاند بول ما بين الأهلي وهليوبلس وحضور مميز لأعضاء الجروب بأعلام الأحمر والأسود. بعد نهاية المباراة بيكرروا الأولد سكول والمرة دي احتفالا مع اللعيبة والبطولة. الأول من سبتمبر الجمهور بيعمل دخلة رهيبة في الصالة المغطاة بيهاجموا فيها الداخلية وراسمين مشجع وهو بيغني وكاتبين تحتها من الغناء: لا يوجد مفر، ستصرخ ثم تنازع ثم تموت. بعدها بأسبوعين تقريبا في نفس الصالة المغطاة بيرفعوا صورة لعم حسين رحمة الله عليه كبير مشجعي النادي الأهلي وبيكتبوا تحته: علمت أجيال التشجيع يا رمز جمهور الأهلي، شكرا عم حسين. 6 ديسمبر 2014 نهائي الكونفدرالية، الأهلي سيو سبورت استاد القاهرة، ساعتها التراس أهلاوي بيعمل أعظم دخلة في العالم كله تقريبا، دخلة السبع لغات، جملة واحدة مترجمة سبع لغات بسبع دخلات، وهي جملة الكرة للجماهير. انت متخيل الجمهور رفع 7 جلادات مختلفة لسبع لغات مختلفة وكلهم في نفس الوقت والتنظيم، وكان آخرهم اللغة العربية وفوقها رسالة بكل لغات العالم يمكن تفهمه. تيفو ما حصلش ومش هيحصل. وبعدها بيعملوا بايرو شو أكشن شماريخ طوال المباراة، والمباراة بتخلص في البلاس 90 بهدف عماد متعب الشهير بالراس وعرضية وليد سليمان.